رحلة فريق الجيش الملكي لملاقاة فريق سان داونز الجنوب إفريقي رافقتها كثير من الشبهات. الفريق سيلعب آخر دور من دور المجموعات في كأس عصبة الأبطال الإفريقية، لكن هذه الشبهات وصلت إلى حد اتهام فريق الجيش الملكي بخيانة فريق الرجاء البيضاوي. التفاصيل بعد الفاصل. حياكم الله. إذن نهاية الأسبوع ستشهد إجراء آخر جولة من دور المجموعات في كأس عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. اللي كيمثلنا في هذه المسابقة بطبيعة الحال فريق الجيش الملكي وفريق الرجاء البيضاوي، لكن رحلة فريق الجيش الملكي إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق سان داونز رافقتها كثير من اللغط وما بين القيل والقال وما بين الكلام اللي وصل لحد اتهام فريق الجيش الملكي بالخيانة، يعني خيانة فريق الرجاء البيضاوي. كما كتعرفوا تأهل فريق الرجاء البيضاوي مرهون بانتصار فريق الجيش الملكي على فريق سان داونز بقلب جنوب إفريقيا، وفريق الرجاء البيضاوي خصو ينتصر على الأقل بهدفين. الناس كتقول 3 أهداف، ولكن هدفين كافية لفريق الرجاء البيضاوي التأهل، مع بطبيعة الحال هزيمة فريق سان داونز من فريق الجيش الملكي بهدف. إذا كانت الهزيمة ديالو مثلا 2 الإصابات لواحدة أو 3 الإصابات ل2، خص الفرق يكون 2 الأهداف ما بين فريق سان داونز الهزيمة ديالو وانتصار ديال فريق الرجاء البيضاوي. إذن لماذا هذا الكلام كله؟ وفريق الرجاء البيضاوي مصيره ليس بيده. يعني فريق الرجاء البيضاوي الفريق العريق اللي مثلنا في كذا من مناسبة في هذه المسابقات، وشرف الفرق المغربية بأكملها وشرف المملكة المغربية، الآن مصيره ليس بيده. فريق الرجاء البيضاوي أضاع فرصة التأهل في أول مقابلة له مع فريق الجيش الملكي عندما استقبله بالرباط، أضاع الفرصة مرة ثانية في مقابلته مع الجيش الملكي في مقابلة الإياب بمدينة مكناس. علاش هذا الكلام كامل على فريق الجيش الملكي؟ لأن فريق الجيش الملكي ذهب إلى جنوب إفريقيا منقوص التشكيلة، على رأسها مدرب الفريق لم يذهب إلى جنوب إفريقيا. يعني كتعرفوا بأن الأمور واضحة، ومدرب فريق الجيش الملكي أجرى عملية جراحية بمدينة الرباط وهو الآن يتمثل للشفاء. إذن كان لابد من الغياب ديالو في المقابلة هذه. في التشكيلة كذلك هناك لاعبين لم يذهبوا إلى جنوب إفريقيا، وهذا من حق فريق الجيش الملكي لأنه عنده استحقاقات أخرى تبع الدور الثاني مع فرق صعبة، والإيقاع ديال المنافسة ما غاديش يبقى هو ديال دور المجموعات، ما غاديش تبقى فيها النقاط. يعني ما كاينش فيها شي حد لا عند فريق الجيش الملكي ولا جميع الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني شي حد باش مثلا يعوضوا الأخطاء، ما بقاش مقابلة بالنقاط ولا الإقصاء المباشر. إذن هنا اللي بغيت نشير للإخوان والمناصرين فريق الرجاء البيضاوي، فريق الجيش الملكي ماشي فريق ديال الخيانة. فريق الجيش الملكي فريق ما كيمثلش مدينة الرباط، كيمثل المغاربة كاملين. فريق الجيش الملكي الاسم ديالو ما كيمثلش مدينة الرباط، كيمثل القوات المسلحة الملكية. وحنا أي دار مثلا في المغرب الناس الوطنيين راه كتلقاه عنده الراية المغربية وشعار فريق الجيش الملكي. إذن من حقه فريق الجيش الملكي أن يدرس الأمور بجدية. محقو ما يلعبش لاعبين اللي غادي يكون عندهم تأثير ويحتاجهم في المقابلات المقبلة. محقو كذلك يدبر الأمور ديالو بطريقة عقلانية. وفريق الرجاء البيضاوي يعني ماشي شي فريق اللي ما كيفهمش هاد الأمور، كنهضر على المسؤولين ديال النادي، ماشي شي فريق اللي ما كيعرفش هاد الأمور هادي. فريق الرجاء البيضاوي أضاع الفرصة في المقابلات السابقة، ولكن كما كانت الأحوال
حنا كوطنيين نتمناو تأهل فريق الرجاء البيضاوي وفريق الجيش الملكي للأدوار المقبلة، وما كرهناش يكون نهائي الشامبيونز ليغ الإفريقية ما بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الجيش الملكي. على كل حال نتمناو الخير، وربما الكرة هذه ربما تكون شي مفاجأة ونشوفوا تأهل فريق الرجاء البيضاوي وفريق الجيش الملكي معا. تحياتي لكم وإلى اللقاء.